يا صباح الفل والياسمين على عيونك يا ست الكل. قبل ما اقول اي كلمة نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي قناتي الجديدة، طبعا ده اول فيديو ليا على القناة، قناة الجودة بالموجود، ومن اسمها اكيد كلنا فاهمينه. طبعا هنعمل شوية روتين خفيف وهنعمل محشي. بما ان بقى ده اول فيديو ليا قلت ابدأه بالتقيل. يلا بقى يعني نهاية بقى عشان اول فيديو. طبعا بشوية مية مغلية، حطيت كمون لما المية غليت، وبعدين بدأت أسلق الكرنب، وكمان كان عندي خس ولفت سلقتهم. وادي بعد ما سلقتهم طبعا مش عايزة ازهقكم يعني، بوريكم الحاجات بسرعة، مش عاوزة اطول في الفيديو. هنا بقى في الخلاط حطيت طماطم وحطيت معاها البصل يتضرب، وحطيت كمان فصوص توم، وضربناهم كلهم كويس قوي في الخلاط. وفي صينية نحط حبة زيت حلوين. طبعا انتوا عارفين ان المحشي بيحب الزيت والسمنة، يكونوا يعني حبة كده حلوين. لما نيجي نعمل محشي نعمله محشي مظبوط بقى. هنضحي النهاردة بقى، هنضحي. نعمل كده حتة سمنة كده حلوة كده كويسة. وكان عندي برضو حتة دهنة قطعتها. هو المحشي بس اللي بيحتاج حبة زيت حلوين وحبة سمنة حلوين. ونزلت عليهم باللي انا ضربتهم في الخلاط، الطماطم والبصل كان فيها وتوم. وهسيبها بقى على مهلها خالص تتسبك. وكانت طبعا قربت خلاص، يعني كان فاضل حاجة بسيطة واطفي عليها. بس قبل ما اطفي عليها طبعا انا كنت نقيت الرز وبغسله اهو قدام حضراتكم. انا بحط الرز يعني اصفيه واحطه على الصلصة وياخد تشويحة مع الصلصة. احسن بقى ما تضيف يعني ما تسيبيه وتضيفي الصلصة عليه، لا يعني شوحيه في الصلصة قبل ما تطفي عليها، ياخد كده تشويحة معاها. ونديله تقليبة وتقليبة كمان لغاية ما تحس ان هو تشرب الصلصة. طبعا خدت حبة صغنطتين من الصلصة عشان احطهم على وش المحشي. اكيد فينا كتير بيعمل الخطوة دي وبيفرق فعلا يا جماعة. وطبعا للمحشي تكاية مهمة جدا هنشوفها دلوقتي. هنا بدأت اقطع الخضرة، طبعا بقدونس وكزبرة وشبت، او حسب كل ما حد بيحب. في ناس ما بتحبش تضيف البقدونس، يعني انت وحريتك. طبعا الخلطة الرز بالصلصة بتاعته بالخضرة. وطبعا السر بقى في الطعم الحلو هو البصل المبشور اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. نضيف كمان بصل مبشور على الخلطة والتوابل، وكده جاهزة خلطة المحشي الجبارة بجد. وهنا بقى كنت مطلعة فرخة من الفريزر،
احنا قلنا بقى النهارده اول فيديو ونعمل محشي فرخه بقى، يلا نهيص بقى بمناسبه افتتاح القناه ليا. عملت بشرت بصل، حطيت شويه على خلطه المحشي وحطيت في الفرخه، يعني تبلتها كلها بالبصل، عليه شويه فلفل اسمر ده بجد يعني بيدي طعم للفرخه ما اقولكوش. بجد في حاجات بسيطه بس بتفرق في الطعم. وحبة البصل اللي هو بالفلفل الاسمر ده برضو اللي اتضافوا على المحشي مع الخضرة والكلام ده بيفرقوا في الطعم قوي. يعني احنا حطينا في الاول بصل مع الطماطم في الخلاط، وضفنا تاني بصل مبشور لوحده بالفلفل الاسمر على الخلطة. طبعا هنا بدأت اقطع الكرنب اللي كنت سلقته بعد ما برد. وادي الشكل النهائي بتاعه. طبعا بقى قبل ما اقعد احشي بقى الكرنب، انتوا عارفين بقى الحشو بياخد وقت كتير. دخلت بقى على اوضه الاطفال، فتحت كده الشباك بدأت انضفه. طبعا مش عشان هنعمل محشي لازم يعني لازم ناخد برضو بالنا من البيت، يعني مش هنركز بقى في المحشي ونسيب البيت بقى يعني يضرب يقلب. النهارده بقى هنعمل معاكم اوضه الاطفال بس، ترويه كده على السريع. نفضت الشباك، فتحته، مهم جدا القطط الشمس كده، والشمس الحمد لله كانت حلوه زي ما انتم شايفين كده. قعدت بقى انفض الشباك. نفسي تنوروني في قناتي اللي هتنور بكم باذن الله، قناه الجودة بالموجود. نفضته وقفلت بس السلك، وطلعت البطاطين على سور البلكونة تشمس والمخدات. دي خطوة مهمة جدا برضو عشان ما تعملش ريحة حلو وحشة يعني وتكمكم، لا خرجوها على طول كده في الشمس. هنا بقى نفضت برضو السراير كده تنفيضها على الماشي. بوريكم شكلها يعني. نفضتها وسويتها يعني برضو. محتاجة تشجيع منكم، محتاجة يعني ادعموني، نوروني في قناتي. اللايكات اللي ان شاء الله بسمع انها بترفع الفيديو ده اللي بسمعه يعني. تعليقاتكم الجميلة. وطبعا كملت كنس وكنست تحت السجادة زي ما حضراتكم كده شايفين. ورجعت السجادة مكانها. تروقة كده على السريع احسن من ما فيش خالص. وكل حاجة ايه، البطاطين والمخدات على السور بتاع البلكونة تشمس. اهم حاجة تشمسي البطاطين يا ست الكل. هنا بقى بعد ما خلصت اوضه الاطفال بدأت ارص في المحشي، اعمله وارصه يعني كده. وهنا كنت خلصت الحلة. طبعا انا يعني بوريكم الانجازات، عشان طبعا المحشي بياخد وقت طويل ومش عايزة يعني اطول في الفيديو معاكم عشان ما تملوش يعني. طبعا هنا جيت بقى عند التسوية. طبعا بنزود الشوربة تبان بس تحت اول صف قدامنا، ما تزيدش عن اول صف، تحت اول صف، ونهز الحلة كويس. هنا بقى وزودت برضو اللفت والخس. وهنا كان استوى بوريهولكم. دي اللحظة المنتظرة، لحظة السوى.
وهنا بقى بعد ما خلاص علقت على المحشي، وكان المحشي لفت استوى والمحشي الكرنب كان قرب على السوا، دخلت البطاطين، وده شكل الأوضة النهائي، وقفلت الشباك. راحة نفسية كده اما تلاقي حاجة قدامك يعني نضيفة كده قدامك. هنا بقى كنت غرفت المحشي والكرنب واللفت والشوربة والفرخة المتبلة بالبصل والفلفل الأسمر. اتفضلوا معانا يا جماعة، اللحظة دي ما اقولكوش احسن لحظة في المحشي كله. ان الاكل اكله يعني. وهنا اقول لكم الف سلامة.